السلام عليكم. تمسك الموبايل بتاعك وبتفضل تعمل كده 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 كده، بتلاقي حاجات حلوة ممكن تتشد ليها، تروح فاتحها وتسمع منها تستفيد منها. وممكن برضو وانت بتقلب كده تلاقي كائنات تانية. ياسمين عز، ياسمين عز اللي هي المذيعة اللي قدام حضراتكم دي، طالعة بتتكلم على الزمالك وبجرأة غير عادية. انا بحسدها على الجرأة بتاعتها. طالعة تتكلم وبتقول ان الزمالك بيطلع من الدور ال 64 ومش عارف اتوبيس ايه اللي هي كانت بتركبه، حاجة زي كده. ودخلت تاني في قصة ايه، ان انا مستفزة ان الاهلي خرج من البطولة والزمالك مكمل. يا حلاوتك، يعني المفروض مننا ان احنا نضحك، المفروض ان احنا نتأثر، المفروض ان احنا مثلا نحبك؟ اكيد لا، اكيد هنكرهك، واكيد برضو هنحسك ان انت قد كده، واكيد هنبصلك من فوق. عارفه ليه؟ اولا انت مين؟ يعني انت ايه في مصر؟ يعني انت ايه في الاعلام؟ انت مذيعه، حيالله مذيعه. مذيعه، ايه هو محتواكي؟ انت ما تعرفيش انت محتواكي ايه. مره تتكلمي عن الطبخ، مره تتكلمي عن المحشي، مره تتكلمي عن الاهلي، مره تتكلمي عن كذا. ملخبطه، ملكيش حاجه، ملكيش محتوى معين الناس تعرفك فيه. ثم ان جمهورك جمهور صغير، ما معناه ان بنات معينه من سن مثلا 10 ل 13 سنه، بعد ما بيعدوا ال 13 سنه بيفهموا الحياه صح اكتر شويه، فما بيتفرجوش عليكي. اولا انا عمري ما اتفرجت عليكي حقيقي، ماشي، ومش هتفرج عليكي اصلا ولا هعرفك اصلا، لان انا ما بتفرجش غير على الناس اللي انا بحترمها والناس اللي انا بحبها والناس اللي انا استفيد منها. مش هتفرج على واحده ما استفدش منها، تقعد تجيب لي خربت بيوت، وتعرف تقعد تجيب لي موضوع من هنا وتدخل في موضوع من هنا. نرجع لموضوع الاستفزاز، ان الزمالك استفزك ان هو مكمل في افريقيا والاهلي بره مطرود من افريقيا. انت عايزه ايه يا شاطره؟ انت عايزه مثلا الزمالك يخرج عشان انت ما تبقيش مستفزه؟ عايزه مثلا الزمالك يقع عشان انت تتبسطي؟ انت ايه انت؟ ايوه انت ايه عشان الزمالك يقع عشانك انت؟ ثم انت مستفزه ان الاهلي وقع، ما تقع انت والاهلي، احنا مالنا؟ انا اللي يخصني حاجه واحده، انت مدخله اسم الزمالك ليه في موضوعك؟ ما تحكي مع العيال اللي انت بتحكي معاهم، وحكي مع جمهورك الصغير، الناس اللي هي مش مدركه الحياه كويس، اللي بكره تكبر وتعقل ومش هتسمعك. فاهمه؟ انا معرفش انت طايقه نفسك ازاي. يعني انا نفسي اعرف، مفيش حد من قرايبك يقول لك عيب اللي انت بتقوليه، عيب الهرتله اللي انت بتقوليها؟ اولا دمك مش خفيف، ثانيا مفيش قبول، ثالثا ملكيش كاريزما كده ان الواحد يتاثر، ومثلا يعني مثلا يقول ايه، لا 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 خليك معاها اتفرج عليها، او ما ملكيش اي حاجه من دي. ثم ايه الاماره ان انت تبقى مستفزه ان الزمالك يخرج، ان الاهلي يخرج من افريقيا والزمالك يكمل؟ ايه الاماره؟ انت اساسا ايه عشان الزمالك يرضيكي ان يكمل او ما يكملش؟ يعني نفسي اعرف، يعني انت ايه اصلا؟ ايوه انت يا ياسمين يا عز، انت ايه؟ اقسم بالله عمري ما اتفرجت عليكي وعمري ما هتفرج عليكي، وانا اساسا مش عايز اعرفك. هتقولي انا مين؟ انا واحد زملكاوي بيحب نادي الزمالك، مشجع عادي، مشجع عادي. انا محتوايا ان انا بتكلم على الزمالك وبدافع عن الزمالك، وانا زملكاوي قلبا وقالبا وكل شيء مظبوط. فانا بتكلم على الزمالك لان انا بنتمي للزمالك. انت بقى بتنتمي لمين؟ هتقولي لي للاهلي، بتجيبي سيرة الزمالك ليه؟ خليكي في حالك. ويا ريت يعني مجلس إدارة الزمالك لازم ياخد موقف من العينات اللي زي دي. العينات اللي زي دي هي اللي بتأخر الرياضة في مصر، هي اللي بتخلق التعصب. أنا بقول لمجلس إدارة الزمالك والمسؤولين عن الإعلام المصري إن البنت دي، أيوة اللي في الصورة دي، هي بتعمل مشاكل كتير وبتعمل فتنة، وإحنا مش ناقصين فتنة. إحنا هنلاقيها منين ولا منين؟ كفايه اللي بيحصل لنا من بره والناس اللي بتتكلم علينا من بره، هيبقى كمان من جوه البلد مخربين؟
فيا ريت يا اسمك إيه انت اللي معرفش اسمك ايه، مش عايز اعرفه اصلا، يا ريت تخليكي في حالك وتتكلمي عن نفسك. وبعدين انا يعني مش عارف، مش عايز اقلدها عشان خاطر، يعني انا مش مئز منها يعني. صدقوني يا جماعه اقسم بالله، يعني لما شفت اللقطتين وهي بتقول انا مستفزه، يعني عايز اكسر التليفون. ايه ده؟ ايه ده؟ انت طايقه نفسك ازاي؟ طايقه نفسك ازاي؟ يا اللي اسمك انت ياسمين، طايقه نفسك ازاي؟ يا ريت تخليكي في حالك، ويا ريت تحطي لسانك في بقك وتكلمي على ناديكي، وتكلمي على الترجي اللي طردكوا، وتكلمي على اي حاجه تانية، وتكلمي على المحشي، اتكلمي خربت البيوت على اي حاجه، بس تبعدي عن الزمالك، لان الزمالك كبير ما يتكلمش عليه غير الكبار.